السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طريقة فراخ مميزة مختلفة جديدة، تتبيلة مميزة. أول مرة هندخل كده حاجات مختلفة يا بنات في التتبيلات بتاعتنا. بالنسبة للفراخ هتطلعها زبدة بالشكل ده، مش هتاخد منك وقت خالص. مفيش تتبيلة وقت، لا ليلة بقى ولا نص ليلة ولا الكلام ده كله. بجد وانت واقفة كده هتعملي وصفة فراخ فهتطلع. بصوا، فراخ هتاكلوا فراخ كأنك بتاكلوا زبدة، اللحمة بتاعتها زي الزبدة بالظبط. يعني إن شاء الله وصفة تنور رضاكم جميعا، مختلفة وجديدة وشهية جدا. يا رب الفيديو ينور رضاكم. تعالوا يلا ندخل على الوصفة. المكون اللي أنا بقول لكم الجديد يا بنات اللي هو الزنجبيل الفريش، مبشور، يعني نص كوب زنجبيل فريش مبشور. بالطريقة ديت. عندي كوباية حليب، عندي بقى ملح، الملح حسب الرغبة. عندي بقى 7 بهارات أو بهارات فراخ، عندي زنجبيل بودرة، فلفل أسمر. ديت التتبيلة بس بتاعتي. احنا هناخد التتبيلة والطعم كله من اللي هي الزنجبيل بقى والحليب يا بنات. لازم بجد تجربوه علشان تحكموا بنفسكم. انا عندي هنا 5 اوراق فراخ، يعني نضفتها كويسة، يعني كانت منقوعة وكده، غسلتهم ونشفتهم بقت تمام. بعد كده انا هبدأ اخليها من الجلد بس يا بنات، العظم لا. هنشد الجلد كده، بص في منتهى السهولة بيطلع في الآخر كده. لو فضلت فيه هنا حتة جلدة هنقطعها كده بالسكينة في منتهى السهولة. ولو في مثلا في دهون أو حتة جلدة مثلا كده زيادة ولا حاجة هنقطعها علشان يبقى الورك بتاعنا شكله منتظم ويبقى كله في نفس الحجم الواحد يعني. هنخلص بقى انا كده اللي هي الاوراق كلها هخليها من الجلد بس بالشكل ده بطريقه سهله جدا. وبعد كده هحطه في اللي هي التتبيله بتاعت تتبيله فظيعه بلد الزنجبيل ده مع البهارات التانية اللي احنا هنحطها ان شاء الله وهي على البوتاجاز. بصوا بتودي الفراخ. بصوا كانك انت اول مره تاكلي فراخ بجد والله. جربي يعني. يعني لازم نغير في وصفاتنا كده عشان احنا يعني الكبار حتى ما يزهقوش، ما بالك بقى بالاولاد يعني. بجد رائع. شايفين انا بخلي اللي هي ازاي، بخلي الورك ازاي من الجلد بطريقه سهله جدا يعني. بصوا اهوت، انت بتشد الجلد كده بيطلع وياكي خالص حتى من غير سكينه. السكينه هنستخدمها لو حاجه مثلا جلده زايده ولا حاجه، مش هنقدر كده نشدها بايدينا، فهتبدا السكينه هتعمل ويانا. طيب في هنا الورك فيه ساعات لما بنيجي بنشتريه من الفرارجي يعني بيبقى فيه زي حته عظمه كده زياده. انا ما بحبهاش انا بصراحه، بقطعها عشان يبقى الورك منتظم بالشكل ده. خلصي الكميه بتاعتك بقى بالشكل ايه. شيلي الجلد كله بالطريقه دي. حطيه بقى في التتبيله وسيبيها في التتبيله لمده ساعه بس، او كمان لو انت مستعجله هتبقى نص ساعه. يعني احنا مش محتاجين هنغيبها في التتبيله جامد. ليه؟ احنا شلنا الجلد واحنا كمان عملنا فيها فتحات. انا نسيت اقول لكم برضه يا بنات، انا عملت فيها فتحات في الدبوس وفي الجزء الفوقاني دوت. وبعد كده ده ايه؟ ده نشا يا بنات، نص كوبايه نشا او اكتر على حسب الكميه اللي عندك. قلبيهم كويس كده في النشا، اهم حاجه بس تغلفيهم كويس في النشا علشان ما يلزقش مننا. شايفين الفتحات ديت اللي انا بقول لكم عليها؟ عملت فتحتين كده في الدبوس وفتحتين في الجزء اللي هو العلوي بتاع الورك بتاعنا. قلبيها بقى كويس جدا كده. اهم حاجه بس انها تتغلف كويس بالنشا عشان ما تلزقش مننا في الصينيه بتاعتنا واحنا بنسويها. تمام. خلص برضو الكميه بتاعتي كده كلها. ده ما يا بنات ما ينفعش دقيق، لازم النشا. الصينيه بقى بتاعتي لازم يكون نار عاليه والصينيه تكون سخنه، في شويه زيت محترمين كده وقطعتين 3 زبده كويسين او سمنه. يا زبده يا سمنه بلدي اللي يريحك، او حتى سمنه فرن ما فيش مشكله، الحاجه اللي انت بتستخدميها. بس المهم تكون كميه كبيره كده علشان تساعد برضو في التحمير اللي هي الفراخ بتاعتنا. دلوقتي الفراخ على نار عاليه يا بنات. هسيبها بقى لغايه ما تشمع وهتاخد لون من تحت بالشكل ده. وبرضو بعد ما انا حطيتها بالطريقه ديت، برضو بعد ما قلبتها هسيبها برضو اسفه، هتاخد برضو لون من الجنب التاني بالشكل ده. لو عايزه تزودي اللون بتاعها ده على حسب رغبتك. طيب التتبيله التانية يا حنان، عندي 3 معالق صويا صوص غامق او 4 معالق فاتحين زيهم، كاتشب 4 معالق يعني 4 معالق، ومعلقه عسل ابيض. تمام. ونص كوب اللي هي ميه عاديه، ميه من الحنفيه عاديه خالص. وابدأي بقى قلبي بقى كده، خدي بقى من الصوص كده اللي في الصينيه ده الرهيب ده وغطي بيه كده الاوراق كلها. شايفين يا جماعه اللون بقى بيغمق كده وبياخد بقى من الصوص ده. ابدا ما طلعتش حلوه يعني عشان احنا حاطين كاتشب يعني والعسل، لا ابدا ما فيش حلاوه خالص فيها، لكن طعم جديد وطعم جميل جدا فظيع.
المهم هنسيبها بقى تغلي يعني حوالي ايه 4 أو 3 دقايق كده، وبعد كده هغطيها بورق فويل. وفي طريقتين للسوا، تحطيها في الفرن او هتحطيها كده على نار شمعة، نار هادية خالص، وسيبيها حوالي ساعة الا ربع تستوي من فوق البوتاجاز، او هتحطيها في الفرن على حرارة 200 في الرف الاوسط. هتاخد برضه حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع لغاية ما هتستوي. وهي هتطلع لك بقى انت كلتي هتاكلي فراخ زبده بمعنى الكلمه، طعمها جميل، الصوص تحفه يا بنات. يا سلام بقى كده ايه مع شويه رز بقى كده مفلفل او رز بشعريه، تاخدي بقى من الصوص ده وتاكلي مع الفراخ. لا بجد يعني وهم بجد يعني يعني انبهرت بصراحه من طعمها الخطير. فعلا لازم تجربوها يا بنات، داخليه يعني حاجه مختلفه كده ونغير في اكلنا. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه، والسلام عليكم ورحمه الله.